هل حصل تعرضت انه حبتك واحده من لا ده كثير بقى. انت ما حبيت كثير. واحده نفسيه؟ تتعامل كيف معاهم؟ كثير خالص خالص. هل ليه يعني؟ هل تعلموا انه في بعض المرضات كتبوا لي اسمائهم بالدم؟ بالدم؟ نعم. اجيب لكم كان الدوره الجايه معي ان شاء الله. لا وانت ما حصل لك انجذاب عاطفي لاي واحده من مريضاتك؟ اذا حدث طوال بنعمل حاجه اسمها ترانسفيرنس، يعني شنو بنعمل زي ما بيقولوا ستوب طوال ما يحصل شنو؟ تحولها لمريض تمام. لطبيب ثاني. واذا حصل اي نوع من التجاذب او ساعات باستلطاف تجاه احدى الشخصيات اللي قدامي، اخلاقيا لازم احولها الى شنو؟ الى زميل او الى زميل. بيجوك مرضى في مشاكل في سؤال عاطفيه بعد ما احولهم ثاني شنو؟ بيجوك مرضى سببوا مشاكل عاطفيه؟ دون شك. الحب والريبه في السودان من اسباب المغصه واسباب سوء التغذيه بالمناسبه. سوء التغذيه؟ وفقدان المناعه وفقدان المناعه في السهر وعدم الاكل ما شاء الله صحتك والزعل. كويسه، ما قاعد تحب انت؟ الحمد لله في كل احوالي سعيد ومنعم. الحمد لله. يعني حبيت ولا ما حبيت؟ وش انا طبعا زوجتي عن حب. لكن يا دكتور السعاده دي ما الحب دايما يعني ما عنده ما شاء الله يعني ما في صحتك زول زي بيكون لا. سعيد طوال يعني. انا بتكلم عن الحب اللي بيكون حب الليله شاكلنا بكره صالحنا تلفونه قفلت تلفونه حملت لي حنبكت ما عارف كله شكل وكلام زي ده. والحاجه الثانيه الحب اللي بترشك يعني يكون في الجامعه 5 سنين عذاب حب 5 سنين الم. يوم التخريج تقوم تقول لك يا اخي ما عارف اقول لك شنو. هل حللت زوجتك نفسيا؟ زوجتي كانت طالبتي. طيب كانت طالبتي طبعا. طبعا اثناء الفتره عرفت انه كده. كانت طالبتك في وين في الجامعه؟ في كلية الطب. في كليه الطب. نعم. طيب انت ما عملت لها تحليل كده وتشخيص وقلت والله عندها مشاكل، يعني لقيت اخف وطأ من بقيه البنات؟ طبعا ما في انسان هو ما عنده مشاكل لكن في حتى ضرر. أنت. طبعا حتى بدون أنت. شك لكن في ضرر اخف من ضرر. يعني ممكن تكون مثلا مره بتتكلم معاك في اليوم 4 ساعات 2 جيجا واحد يتكلم معاك ساعتين 1 جيجا احسن لك منه. بتتعاملوا مع بعض في البيت كاطباء نفسيين ولا بتتعاملوا يعني ممكن في اي مشكله تبدو تشخصوا وهي بتقول لك والله انت عندك حاله نفسيه، انت والله انت مريضه نفسيا. احنا بنعمل حاجه في مجال النفسي كل الناس اللي معانا اسمها نظريه الكود والجلابيه. انك بتيجي العياده والمستشفى تلبس الكود. الكود ده بيشمل الشغل والمرضى والدواء والاشياء زي دي. لما تطلع من العياده تخلي الكود تلبس الجلابيه. البيت العيش واللبن وبتاع الخضار وبتاع تعيش في شنو في الجو